يا مساء الخير على كل مستمعين قناة نيكست ويف. معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم فيه عن ازاي نوصل لحلمنا ونلاقي السعادة في حياتنا. قبل ما نبدأ ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل الحلقات الجديدة. خلونا في البداية نقول ان كلنا عايزين ننجح، ولكن في حد بياخد خطوة وفي حد تاني بيتنازل عن حلمه ويفضل يأجل فيه. فالقرار في ايدك انت. ابدأ من دلوقتي ولو بخطوة بسيطة، وما تتنازلش عن حلمك مهما كانت ظروفك، لان الظروف عمرها ما كانت عائق. حدد هدفك، اتعلم مهارات جديدة وطور من نفسك وحسن من قدراتك. تواصل مع الاشخاص الناجحين وخليك متفائل ومتخافش من الفشل، وشجع نفسك وخليك عارف انك لما تجتهد وتفضل مصمم انك توصل لحلمك وهدفك هتوصل، وربنا هيساعدك ويوفقك. كمان حاول تعيش حياتك بسعادة، والسعادة دي حالة نفسية إيجابية ناتجة عن تحقيق الأهداف والرغبات، وإن الإنسان يكون عارف قيمة نفسه كويس جدا. كمان التفاؤل والاستقرار النفسي والتخلص من الضغوطات النفسية من عوامل تحقيق السعادة في حياتنا. ولازم يكون حوالينا ناس بتحترمنا ومقدرانا، وتبقى هي دي دايرة العلاقات اللي حوالينا، لأن لو احنا في دايرة علاقات غير كده للأسف هنتعرض لطاقة سلبية كبيرة جدا، وده مش من مصلحتنا انهم يكونوا حوالينا. طيب خلونا نقول بعض العادات اللي ممكن تخلينا على قدر الإمكان سعداء. عندنا مثلا ممارسة الرياضة وخاصة اليوجا والقراءة، أو فكرة إننا نسمع موسيقى هادية، أو إننا نقدم المساعدة للآخرين. برضو دي من الحاجات اللي هتعكس السعادة علينا. كمان فكرة إن احنا نتعلم مهارة جديدة أو أي حاجة نضيفها لشخصيتنا. والأهم من ده كله خليك دايما مبتسم وإيجابي، ولازم تشكر ربنا على النعم اللي عندك. وخلينا عارفين إن السعادة هي رحلة نابعة من اجتهادات نفسية كتيرة جدا، مش مجرد كلمة بتتقال أو ابتسامة بنرسمها على وشنا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. استنوني في حلقة جديدة وموضوع جديد، وهستنى رأيكم في موضوع حلقتنا النهاردة. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. كانت معاكم ولاء الجندي وبرنامج عيشها صح. استنوني على قناة نيكست ويف. أشوفكم على خير.